وهذا الاحتلال الإسرائيلي ليس بغريب عنه، الذي احتل فلسطين واحتل سيناء واحتل الجولان السوري المحتل واحتل لبنان. ها هو اليوم يقوم في احتلال جديد. من خلفنا نرى عملية الحفريات الذي يقوم فيها الجيش الإسرائيلي، وهذا بالفعل ضد كل المواثيق الدولية. أنا في فرح عظيم، أشعر أني في ساحة باريس ونحن على أعتاب كومونا جديدة. لكن يبقى الفرح ناقصا. إسرائيل هاجمت قرى الجولان وهي تعمل على تطهير عرقي في ذلك المكان لاحتلال قطعة من الأرض السورية. يبدو أنهم استسهلوا الاحتلال في فلسطين وفي الجولان وفي لبنان.